يلا يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يلا بقى النهارده نعمل حمام. ناس كتير قوي طلبته مني. ما بيعرفوش يعملوه كده. بس لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. بصوا انا غسله الفراخ، الحمام سوري. انا جايباه طبعا من عند اللي هو بتاع الفراخ وكده، بس انا اللي منضفاه طبعا عشان ما بيعرفش ينضفه كويس. انت برضو حتى لو هو منضفه كويس لازم انت تنضفيه بايديكي عشان تتاكدي ان الحاجه نظيفه. دلوقتي بصي، عشان انا بحشيه فانا مخليه اللي هي الجزء اللي من ورا ده ماشي اهي، وانا شايله بس اللي هي الحته اللي من ورا دي، ودي المكان اللي بيتربط فيه الرجل بتاعه الحمامه. وطبعا الجناح. بصي انا لو يعني تنيت الدراع بتاعه من ورا وقطعت الرقبه من جوه، بس سبت الجلده عشان هحشيها. وهنا انت بتفرغي الجلده بتاعت الحمامه علشان نحط فيها الرز. طبعا انا هوريكي دلوقتي كل حاجه بالعملي. دلوقتي انا غسلتها تحت الحنفيه ونضفتها كويس قوي، ودلوقتي انا نقعاها بميه وملح وليمون، وعقبال ما هي ما تتنقع شويه هنعمل الرز الحشوه بتاعها. يلا بقى يا حلوين هنعمل بقى الرز. انا هنا حطيت زيت هيتقدح شويه، وانا هنا مقطعه الكبد والقوانص بتاعه الحمام. بحب اشوحهم الاول قبل البصلايه. بس بسيبيها كده شويه. اول ما تاخد التشميعه كده وتلم في نفسها نروح ننزل بقى بالبصله. انا هنا مقطعه بصله كبيره ومعاها قطعه من الفلفل بس تدي ريحه للبصل للرز. بصوا بقى اهي البصله اصفرت شويه، انا ما بخليهاش تصفر اكتر من كده. ننزل بقى بالرز. بصوا انا نازله بكيلو الا ربع رز. ده انا هعمله طبعا علشان اقدم عليه الحمام. هنا بقى هنحط ملح وفلفل اسمر ورشه كمون بسيطه وقرفه. طبعا التوابل دي براحتك، عايزه تقللي عايزه تشيلي عايزه تحطي زياده، دي حاجه ترجع لك. انا التوابل دي انا بحب احط الحاجه اللي انا بحبها، اصل مش انت اللي هتيجي تاكلي مكاني وانا مش هاجي اكل مكانك، فاهميني؟ فهنقلبها تقليبه كويسه. طبعا هنا انا بعد ما حمرتها انا بحب احط قطعه السمنه. هنا حمرتها كويس قوي، هنزل بقى ايه بثلاث ارباع سوا، احنا مش هنسويه كله. اهو هنديله بس يعني نص سوا. طبعا هنزوده حبة مية كمان يا دوب بس يتشمع. هو هياخد يعني سوا شوية اكتر من الرز بتاع المحشي، وانا طبعا ايه في بقية الرز هكمل سوا فيه بس بعد ما اخد منه الجزء اللي انا عايزاه. بصوا اهو انا كده ايه شرب المية بتاعته. نقفل عليها وهنحشي الحمام. بصوا انا هنا حاطه ميه بتاع سليق الحمام، عباره عن ملح وطماطم وبصل وفلفل اسمر.
انا ما بحطش زيادة عن كده، ان دي لسليق الحمام. وهنسلق بقى الحمام. بصوا بقى انا هنا نقلت الرز اهو، عشان يظهر لكم اكتر اهو. ماشي. انا باخد برضو جزء من الرز عشان الرز كله ما يتزفرش. ماشي اهي. بصوا ده اللي انا بقول لكم عليه، ان هنا بفتحها من هنا بالراحه، لان انا فتحت واحده وتعفيت عليها اتقطعت زي دي كده، فخدي بالك. ماشي. انت طبعا ايه، انا طبعا ببقى غسلاها غسله كويسه. طبعا انت بتحشيها، معلش بقى انا ما بعرفش احشي بمعالق، احشي بقى بمعلقه. طبعا ما فيش حد بياكل، عيالي اللي بياكلوا. طبعا ايه، بتحط طبعا الكبد والقوانص جوه الحشوه، ما تمليهاش على الاخر عشان ما تفرقعش منك في الميه. ماشي. وبتحط جوه الجلد شويه اهو. يا رب ايه اقدر افيدكم. بس بقى ايه، لو انتوا لسه بتتفرجوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك ونصلي على النبي، وندعي لاخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم. ماشي. وهنا الرقبة اهي، انا مقطعة الرقبة. انا بحب اخد بقى الجلد ده. طبعا هنا ايه، لو في اي حاجة انت شايفاها بتحشيها اهي. اهو بتحشي الرقبة بالراحة برضه، عشان اصلا الحمام بيبقى الجلد بتاعه رقيق اهو. بحب يعني اعملي الحاجة بالراحة خالص علشان خاطر ما تبص منك. وحاولي، انا مشكلتي ان انا مستعجلة، حاولي ان انت تعمليها في وقت ايه ما يكونش ولادك قاعدين فيه، عشان ما يحصل لكيش اللي بيحصل لي كده دلوقتي من ولادي، ربنا يخليهم يعني اهو. طبعا الرقبة دي هتلم لما تنزل المية المغلية زي المنبار على فكرة. تمام. هي كل حمامية تقريبا ليها نص كوباية رز. طبعا بقى ايه اللي هي الحتة دي، انت دي ما بتروحي عاملاها كده كده. حاولي. طبعا مشكلتي ان انا ايدي مزفلطة من السمنة، بس انا بحاول اعلم اللي لسه مبتدئين. روحي شوف اختك اهو، وتروحي ايه فتحها من هنا كده، اللي هي الفتحة دي اهي، هما هيخرجوا منها اصلا اهي. بس انت بس اهم حاجة اتمكني منها، هتلاقيها خرجت معاكي بكل سهولة. بس بالراحة، ما تتعفيش على الحاجة، عشان لو اتعفيتي عليها تلاقيها اتقطعت زي ما انا اتعفيت على فتحة الحمامة واتقطعت. بصي الحمام على فكرة بيبقى صغير، بس هما بقى بيكبروه من الحاجات دي، بيملوا تحت الجلد من هنا كده كله بيبقى مليان جلد. بس انا ما بملهوش قوي علشان خاطر ان هو ما يبقاش ما يفرقعش مني في الرز. طبعا انت لو لقيتي مثلا هو مفضي شويه بتروحي مزوده عادي، او كل واحد بيبقى على حسب الكميه اللي هو عايزها. ماشي. يا رب اكون قدرت افيدكم اخلصهم. انا طبعا خلصت اهو. بصوا، والميه غليت طبعا عقبال ما انا ما حشيت اهو. ننزل هنا بسم الله بالراحه بس. هنسيبه بقى يستوي مع نفسه. بصوا انا هنا حطيت كركم، انا حاطه كركم على الرز، على بقيه الرز، وهكمل سواه. ماشي.
بصوا هو كده استوى. انا عملت له تيست بس انا مش هعرف امسكه عشان انا ماسكه التليفون في ايدي. ماشي، انا بحاول اوريهولكم عن قريب. بس هو كده استوى اهو اللحم بتاعه اهي اهو. هطلعه وهقليه في السمنه. فانا هنا حطيت سمنه وزيت. اول ما يتقدحوا هننزل بالحمام. بصوا بقى يا جماعه التركايه اللي هتخلي الحمام تحفه. شويه لبن بتدهني بيهم الحمام قبل ما تحطيه في السمنه اهو. بصي بجد اعملي الخطوه دي هتدعي لي حرفيا اهي. طبعا هعمل لك واحده ونحطها في الزيت الاول اهي. بصوا يا جماعه ايه رايكم؟ باين ولا باين اكتر؟ ايه رايكم في الجمال؟ بصوا بصوا الحلاوه تحفه. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. السلام عليكم.